مباراة النادي الأهلي طبعا المباراة كانت بدري، فناس كتير ما اتفرجتش على المباراة، فعشان كده هنزل لكم الملخص. النادي الأهلي بدأ الماتش والكرة اتقطعت بعد ضغط عالي من فريق أورلاندو وهجمة مرتدة، ولكن الدفاع تدخل ورضا سليم ياخد فاول بشكل مميز جدا وبصياعة كده مغربية من الآخر. رضا سليم النهارده كان عامل مباراة كويسة جدا. عمر كمال عبد الواحد ما كانش أفضل حاجة في المباراة، ولكن كرة طولية زيربو من إمام عاشور. ركز معايا على الزيربوات اللي يعملها إمام عاشور. رضا سليم يعدي بمهارة وكان مميز جدا في الشوط الأول ويحصل على فاول، ولكن كان طلع في الشوط التاني، ولكن كان مميز جدا النهارده رضا سليم. ودي فرصه خطيره جدا من اخطر فرص في المباراه، تسديد على مرمى الشناوي بشكل مميز جدا رغم ان الكره كانت ورا المهاجم بتاع اورلاندو، ولكن سددها بشكل مميز جدا. لو في المرمى مستحيل كان الشناوي يقدر ان هو يصدها. ودي برضو فرصه خطيره جدا، سرحان من لاعبين النادي الاهلي، 3 لاعبين واقفين لوحدهم، كره تتلعب من وسطهم وتروح، وفرصه خطيره جدا لولا تدخل الشناوي في الوقت المناسب كان هيبقى هدف كارثه بالنسبه لمدافعين النادي الاهلي. الشوط الاول خلص على طول، ولكن دي هجمه وفرصه لامام عاشور، زربو تاني لامام عاشور نسيت اعرضه في وقتها. امام عاشور بص استلم وعمل فين ولعب فين في المدرجات. امام عاشور النهارده كان بيوزع زربوات في الملعب. هنا هجمه مرتده خطيره، ولكن الكره دي مستفزه جدا، عايزك تتفرج عليها تاني. هنا كان امام عاشور يقدر يواصي لطاهر محمد طاهر، ولكن قرر يعمل زربو ملوش اي 30 لازمه، وشوف بص الكره فين، بره ضيع الهجمه. هنا برضو تسديده خطيره جدا، وكانوا مسددوا على الشناوي، لان طبعا الشناوي نقط ضعفه تسديد خصوصا في جنوب افريقيا. فرصة خطيرة تاني لرامي ربيعة، لعب لإمام عاشور، تخبط في إمام عاشور تتقطع، وزربو لإمام عاشور خلى كرة يستعجلوا ويطلعوا بدري بدري بسبب الزربوات اللي عمال يلعبها في طول المباراة. وبعد كده فرصة خطيرة للنادي الأهلي هناك على أقصى الشمال تتلعب، ولكن تتلعب بسهولة جدا في ايد الحارس. كان هناك قرارات أكتر من كده، خصوصا إن في 5 من لاعبي النادي الأهلي في المنطقة، ولكن هنا خطأ دفاعي ساذج جدا ولخبطة ما تحصلش على الأنطرة البحرية حتى ولا الحوشة، والشناوي كان هيكمل المبلة طين، ولكن ربنا ستر. فرصة خطيرة رامي ربيعة توغل وباص، وفرصة خطيرة جدا وهناك، ولكن شوف يحيى عطية الله ايد الحارس. وهنا اكد لك قيمة علي معلول جدا، اللي يحيى عطية الله مش قادر يعوض حتى 1% منها، رغم ان يحيى عطية الله لاعب كبير. وطبعا بالمهارة ده سليم ياخد فاول مميز جدا، اللي وقف على الكورة امام عاشور، لعب الكورة بشكل سريع جدا لمروان عطية. عايزك بقى تبص هنا قرار مروان عطية الغريب جدا، بدل ما يباصي لعمر كمال عبد الواحد وتجميع لعب ولاعيبة النادي الاهلي 5 في المنطقة، تبقى قرار افضل ان هو يباصي لعمر كمال وعمر كمال يرفع عرضية. مروان عطية بص اوت، حطها في الاوت. قرار غريب جدا من لاعب النادي الاهلي، ولكن في الاخر تطلع ركنيه ويقف عليها يحيى عطية الله وهينفذ الكوره، ولكن قرارات غريبه جدا اللي لعيبه النادي الاهلي كانت بتعملها في المباراه. بعد كده بقى هجمه مرتده لصالح اورلاندو، يعدوا بشكل مميز جدا من دفاعات النادي الاهلي 1 و 2، ويعدوا ويعدي، ولكن الدفاع يقطعها في الوقت المناسب. كانت لعبة مميزة جدا وبيلعبوا كرة قصيرة، ولكن لخبطة من دفاع النادي الأهلي ترجع لهم تاني مرة تانية ومرة تالتة، لعب تعاوني وبس زي ما انت شايف كده، سداح مداح، ولكن الحظ يخدمك وتبقى فرصة خطر، ولكن طاهر ملحقش يسجل منها او يستغلها. كانت الكرة صعبة برضو، والحارس كان متقدم فقدر ان هو يوصل للكرة بسرعة. هنا قفشة صانع اللعب بيستلم الكرة وبيرجع لورا، ما يعرفش كان عايز يعمل ايه، كان عايز يموت الهجمة تقريبا، ولكن مروان عطية لعب الكرة لقدام، وفي الاخر قفشة عمل سبرنت واستلم الكرة مرة تانية ولعب لمروان تاني، ورجع خد قفشة هوب عمل اللي كان عايز يعمله في الاول ورجع الكرة لورا وموت الهجمة. صانع العاب حقيقي. هنا برضو عرضية مميزة جدا، ولكن بتعدي اوفر، كرة خطيرة جدا من اخطر الفرص في المباراة، ولكن اتحسبت تسلل رغم ان هي ما فيهاش اي شك اصلا انها تتحسب تسلل، ولكن ما فيش فار طبعا زي ما انتم عارفين. هنا حسين الشحات يعمل اوفرلاب، كرة خطيرة جدا ويكمل قفشة يستلم ويلعب للشحات، الشحات هيعدي وهتبقى وهيسدد، وفرصة خطيرة جدا، ولكن الدفاع يشيل ويتألق. مرة تانية النادي الأهلي في الشوط التاني كان استحوذ بشكل أكبر، هنا رامي ربيعة تدخل وشاط وسدد من نص الملعب، يعني محاولة مميزة جدا. عمر كمال عدى من الأول والتاني بشكل مميز جدا ولعب لبيرستاو، بيرستاو هجمة خطيرة جدا، ولكن بيرستاو طبعا زي ما انتم عارفين هيقع. حصل على فاول، يحيى عطية الله وقف على الكورة سدد الكورة بشكل مميز جدا، واحدة من أخطر الفرص في الشوط الثاني، تقع من الحارس وتخبط في المدافع، ولكن لحسن حظ الحارس إنها تتهدى وتنزل قدامه بدل ما تخبط وتدخل في المرمى مباشرة. وبعد كده بقى 5 دقايق لعب تعاوني باص ملوش أي 30 لازمة من الفرقتين، مجرد تضييع للوقت واستهلاك قانوني للوقت لحد ما المباراة انتهت، ولكن فوز أو تعادل في مصلحة النادي الأهلي خارج الديار أمام واحد من أقوى الفرق في المجموعة.